وبينما أهل البيت حول النبي وإذا بالباب تطرق، وقائل يقول: السلام عليكم أهل بيت النبوة، موضع الرسالة، مختلف الملائكة، عليكم السلام من الطارق، وافد على رسول الله وزائر لرسول الله صلى الله عليه وآله. السيدة الزهراء قالت له: يا وافد يا زائر، أبويا اليوم ما يقدر يستقبل واحد، أبويا على فراش المرض يجود بنفسه صلى الله عليه وآله. ذهب وبعد قليل طرق الباب وسلم بنفس السلام: السلام عليكم أهل بيت النبوة، موضع الرسالة، من الطارق؟ وعليكم السلام، من الطارق؟ قالها: وافد على رسول الله. قالت: لخبرتك قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وآله لا يستقبل أحدا هذا اليوم، حالته ما تساعد. مرة ثالثة سلم، أرادت أن تمنعه الزهراء، فناداها رسول الله صلى الله عليه وآله: ابنتي فاطمة أذني له بالدخول، إنه مفرق الأحباب، هذا ملك الموت يا فاطمة أرسله الله إلي، وأمره بالاستئذان قبل الدخول علي، وهذا ملك الموت لم يستأذن أحدا قبلي، نبي وغير نبي. كان لما الله يرسله لقبض روح أحد ما يجي يقبض روحه ويروح، ولكن بالنسبة إلي قال: لما تقبض روح حبيبي إلا تستأذن محمدا صلى الله عليه وآله، فإذا أذن لك فافعل. دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله فسلم عليه، ثم قال له: أتأذن لي يا رسول الله أن أقبض روحك؟ قال: انتظرني يا ملك الموت حتى يأتيني جبرائيل. نزل عليه جبرائيل، كلم النبي وكلمه النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال له: يا رسول الله، العلي الأعلى يبلغك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، وهذا حنوط من الجنة هدية لك، تزود منا بقية لفاطمة ابنتك من بعدك، وتبقى منا بقية لعلي نفسك، وتبقى منه بقية للحسن ريحانتك. ثم سكت جبرائيل، النبي أعطى هذا الحنوط لعلي وقال له: حنطني بي، تزود منا بقية لابنتي وإلك وللحسن. وكان الحسين واقفا بجانب أمه فاطمة، فحرك يدها وكلمها وقالها: أماه جدي لم يذكر اسمي، جبرائيل لم يذكر اسمي. فاطمة سألت النبي صلى الله عليه وآله، قال لها: يا فاطمة